السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة اسمها الريكيرشن. ايه هي الريكيرشن؟ بروجرامرز كتير اول ما يسمعوا كلمة ريكيرشن يعني بيتخضوا او بتحسوا ان الموضوع صعب، وبالذات الناس اللي لسه بتبدأ، وبيتضايقوا جدا لما بييجوا يحلوا اي مسألة بالريكيرشن. بس الموضوع مش صعب قوي زي ما الناس كلها متصورة. معناها ايه الريكيرشن؟ الريكيرشن معناها انك بتخلي الفانكشن تنده على نفسها تاني علشان تنفذ الكود مرة تاني. زي ايه كده؟ شايفين الرسمة دي؟ هي بالظبط عاملة كده، زي كده لما بتفتح صناديق كتير، يعني هو صندوق كبير جواه صندوق اصغر جواه صندوق اصغر جواه صندوق اصغر جواه صندوق اصغر، تفضل تفتح في الصناديق تفتح في الصناديق لحد ما توصل للحاجة اللي جوه الصندوق. اوكي، البيز بتاع الصناديق دي كلها بدايتها، وبعدين بتبدأ تاخد الحاجة اللي فيها دي وبتلم بقى وبترجع بقى تاني تدخل الصندوق الصغير في اللي اكبر منه شوية، في اللي اكبر في اللي اكبر في اللي اكبر في اللي اكبر، وبتبدأ ترجع تاني بالخطوات. يعني انت بتروح تفضي الاول لحد ما تجيب اخره بمعنى اصح، وبعدين تبدأ تلم تاني الحاجات اللي جوه. بالظبط هو ده الكونسبت بتاع الريكيرشن. الريكيرشن بنستخدمها بدل اللوبس، يعني هي كأنك كده بتستخدم لوبس وبتلوب على حاجة لحد شرط معين. اول ما الشرط ده خلاص ما يتنفذش بتبدأ انت تطلع الريزلت بتاعتك. هي نفس الكلام كده بالظبط، ولكن علشان نفهم ريكيرشن صح لازم الاول نعرف هي بتتكون من ايه. بتتكون من حاجتين اساسيتين، يعني الفانكشن اللي انت هتكتبها بتستخدم الريكيرشن دي لازم تكون فيها حاجتين اساسيتين. اول حاجه الترمينيشن كونديشن او البيس كيس او الشرط اللي هيوقف الريكيرشن. يعني زي ما انتم شايفين بصوا هي الى ما لا نهايه، لازم حاجه توقفها تقول لها خلاص هنا اقفي، يا اما هتفضل تشتغل على طول والستاك هيتملي ومش هتقدر تعمل اي اوبريشن تاني. فبالتالي لازم يكون الكونديشن بتاعك واضح جدا ومتاكد ان هو فعلا هو ده الكونديشن اللي انت عنده هتنهي السلسله الريكيرشن اللي ما بتخلصش دي. تاني حاجه هي الريكيرشن كيس، او هي بمعنى اصح انك تنده على بقى الفانكشن نفسها. يبقى هم خطوتين، تحط كونديشن يقفل لك الريكيرشن، تاني حاجه تنده بقى على على الفانكشن نفسها. طيب بتشتغل ازاي برضو الريكيرشن؟ الريكيرشن بتستخدم كونسبت الستاك. ايه هو الستاك؟ احنا عارفين ان في تو كونسبتس من الداتا ستراكشرز، في حاجه اسمها الكيو وفي حاجه اسمها الستاك. تمام؟ الكيو يعني طابور، اللي هو اللي بيجي الاول بيمشي الاول، طابور الداتا اللي بتدخل الاول جوه الميموري هي اللي بتمشي الاول. ولكن الستاك بقى العكس، اللي بيدخل الاول هو بيمشي الاخر. كانك كده جايب مثلا اسطوانه او برميل وعمال تعبي 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 فيه حاجات. لما تيجي تفضي البرميل هتفضيه من فوق، يعني اخر حاجه انت دخلتها هي اول حاجه انت هتخرجها. هو ده الستاك بالظبط. الريكيرشن بيعمل كده، بيفضل يملى 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 لغايه لما يجي الكونديشن بتاعك او الترمينيشن كونديشن او البيس كيس وتوقفه، وبعدين يبدا يفضي بقى اللي جواه. فهو مش بينفذ الكود، هو انت كل مره بتديله ريزلت بتقول له عندك شرط معين اتحقق، لا يبقى انزل انده على نفسك. في خطوات تانية تحتها بس هو مش بينفذ الخطوات دي، هو بيقعد كل شويه ينده على نفسه. طب لما ينده على نفسه هيرجع تاني لفوق ينفذ الكونديشن وبعدين ينده على نفسه. طب كل الريزلتس دي بتروح فين؟ الريزلتس دي كلها في كل ستيب بينده فيها على نفسه ويبقى فيه ريزلت معينه بيخزنها في ستاك لحد لما يقف عند الكونديشن بتاعه. خلاص مش هينفع ينده على نفسه تاني لان الكونديشن اتحقق، فهيبدا يفضي الستاك ويطلع لك الفاينل ريزلت. طيب مين الامثله اللي اشهر الامثله اللي بتنفذ الستاك؟ هو الفاكتوريال. ايه الفاكتوريال؟ الفاكتوريال دي حاجه في الرياضه معناها المضروب. يعني مثلا اقول له فاكتوريال 5 او مضروب 5 بيعمل ايه؟ بيضرب لك 5 في 4 في 3 في 2 في 1. طيب بيتنفذ ازاي الفاكتوريال ده؟ المفروض ان انا زي ما انتم شايفين كده انا عندي سلسله من الارقام بفضل انقص 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 الرقم الاساسي لغايه لما اوصل لان هو خلاص بقى صفر، ما بقاش فيه قيمه لحد رقم 1 لحد ما يبقى 1. حلو. طيب يبقى انا دلوقتي الشرط بتاعي ايه؟ الشرط بتاعي ان انا عايز الرقم ده يكون اخره 1.
ماشي. طيب يبقى ده الشرط اللي انا هقف عنده، اوقف الايه الريكيرشن، مش هخليه تاني يكمل. اول ما الاقي ان الرقم بتاعي اصبح بيساوي صفر، او لما الاقي الرقم خلاص انا قعدت اطرح منه لحد ما خلص وبقى صفر، يبقى معنى كده ان انا ايه، خلاص مش هكمل هوقف الريكيرشن. طيب والنتائج بقى اللي طلعت لي من الريكيرشن بقى، ما انا اول مره يعني مثلا خلينا نبص على الكود ده، انا هنا بقول له ايه الكونديشن بتاعك البيس كيس ان النمبر ناقص واحد بيساوي صفر. اول ما تلاقي النمبر ناقص واحد بيساوي صفر يبقى معنى كده ان النمبر ايه، معنى كده ان النمبر واحد. يبقى لما النمبر يوصل لواحد، يعني واحد ناقص واحد بيساوي صفر، يبقى كده خلاص ريتيرن واحد. يبقى انا كده في اخر فاينل، في اخر كيس اللي هي ايه، اللي هيبقى فيها واحد، اللي هو ده اهو. خلاص. طيب حلو جدا. غير كده اعمل ايه، اضرب لي الرقم بتاعي في انده على نفسك تاني، بس المره دي وانت بتنده على نفسك ما تبعتلوش النمبر هنا، لا ابعت له النمبر ناقص واحد عشان ينزل الكيس اللي قبلها. يبقى انا اول مره هيدخل ادي الاستاك اهو، اول مره هيرمي ايه 5 في الاستاك، وبعدين هيجي هنا ينده على نفسه تاني، بس المره دي هيبقى معاه ايه النمبر ناقص واحد، يعني يبقى معاه 4، هيملى 4 في الاستاك. هينده على نفسه تالت يبقى معاه 3 في الاستاك. هينده على نفسه بعد كده هيبقى معاه 2 في الاستاك، وهكذا لحد لما ينده على نفسه هيلاقي ان النمبر ناقص واحد، يعني لحد ما يبقى النمبر ده واحد، يبقى واحد ناقص واحد بيساوي صفر. شكرا، هيريتيرن ايه في الستاك واحد. وبعدين هيعمل ايه، هيمشي، لا مش هيمشي، هيبدأ يفضي بقى الستاك ده، يجي بعد الخطوة دي يريتيرن الريزلتس، كل الريزلتس اللي حوشها هنا في الستاك، الخطوة دي بتحوش في الستاك، هيبدأ يريتيرنها بقى، يرجعها تاني. هيرجع ايه، هيرجع النمبر، كل مرة بيرجع نمبر بيضربه في الريزلت اللي قبله، كل مرة بيرجع نمبر بيضربه في الريزلت قبله. يعني هنا رجع الستاك بقى هيفضى، فهيرجع واحد، وبعدين يضربه في الستاك يرجع اتنين، يضربه في الستاك يرجع تلاتة، يضربه في أربعة، يضربه في خمسة. الستاك بيفضي عشان يطلع لي في الاخر الايه المضروب او الفاكتوريال بتاع الرقم اللي انا مدخلاه. يبقى ايه اصلا اللي هيوقف الريكيرشن، هو الشرط بتاعي. يبقى هو هيفضل يملى في الستاك، يملى في الستاك، يملى في الستاك، ولو الشرط ما وقفوش، ما كانش الشرط صحيح، غالبا بتبقى المشكله دايما في الشرط، ان الشرط مش صحيح. لو الشرط مش صحيح هيبدا يفضل يملى الايه الستاك ده، وهيطلع لك ايرور اصلا، وهيقول لك انت وصلت لحد الايه الماكسيمم من الستاك بتاعك. طيب تعالوا نبص بقى على الكود، تعالوا نبص على الكود ونعمل له ديباج ونشوفه هيمشي ازاي خطوه خطوه. نقف هنا بالبريك بوينت عند اللاين الاولاني، وبعدين نعمل ايه run start debugging ونختار النود جي اس بريفيو. خلاص. طيب تعالوا نشوف بقى تعالوا نشوف الخطوات ايه هي. اول حاجه هيعمل ايه، اول خطوه هو هنا النمبر بتاعي 5 ناقص واحد، محققش الشرط، فطبعا مش هيريتيرن، فراح دخل على إلس. وبعدين لما دخل على إلس عمل ايه، شايفين هنا ادي الستاك، نده على الفاكتوريال اول مره. خلاص كده. طيب وبعدين الخطوه اللي بعدها هيروح يتشيك على الشرط تاني، هيبص على الشرط هيلاقيه ايه، ما تحققش، لان النمبر هنا عندي لسه ب4، فما حققش الشرط ده، فبالتالي راح دخل على التاني ان هو بينفذ الستاك تاني، وبعدين ضاف واحده تاني في الستاك، ادي هو الكول ستاك اهو. خلاص. طيب وبعدين راح تاني نده على نفسه، فدخل على الشرط تاني، بص عليه
النمبر بكام؟ المرة دي ب3. هينفذ ده؟ لا مش هينفذ، فراح تاني للفاكتوريال وراح مرى الستاك تاني. تمام. وبعدين دخل في اللي بعده، النمبر بكام؟ 2 ناقص 1 لسه ما تحققش، فراح ريتيرن تاني للستاك ونفذ الريزلت. بعدين قام راح نفذ، دخل في اللي بعده، النمبر هنا بقى 1 يعني حقق الشرط، فبالتالي هيريتيرن 1. ادي الفيكتوري، ادي الستاك اتملى اهو، 1 2 3 4 5 5 مرات الستاك فيهم اتملى. بعدين دلوقتي هيعمل ايه بقى؟ هيبدأ يفضي الستاك. شوفوا جه هنا، يعني هو خلاص حقق الشرط ده وريتيرن 1، وبعدين هيبدأ بقى يروح على الريتيرن الأخيرة بتاعة الفاكتوريال. يعمل ايه؟ هيفضي. شايفين هنا الستاك بيقل كل مرة بدوس خطوة هيفضي، كل مرة بدوس خطوة يبدأ يفضي. شايفين الريتيرن فاليو هيبدأ يفضي لحد لما خلاص هو كده خلص وخرج، وايه هو بقى بيكمل بقية الكود بتاعه. تمام. يبقى احنا عرفنا ازاي الديباج بيمشي، الديباج او ازاي اصلا الخطوات بتمشي. يعني هو كل شويه بتشيك على الشرط، لو ما تحققش بيروح للفيكتوريال، مش بينفذه، مش بيطلع لي نتيجه، ومش الريتيرن دي بتخرجني زي ما هي خلاص المفروض انها بتخرج من اي فانكشن. لا مش بتعمل كده، هي بتفضل تخزن النتيجه في الستاك زي ما احنا شفنا، وبعدين تبدا تفضي الستاك واحده واحده وتطلع الايه الريزلت النهائي. طيب في مثال تاني برضو نبص عليه دلوقتي، هو ايه؟ لو انا عايز اطلع رينج الارقام، مثلا عايز اطلع رينج الارقام ما بين 1 ل6، ماشي؟ عايز الرينج ده مثلا اللي هو هيبقى 2 و3 و4 و5، عايز اطلعهم اعمل لهم بوش في اري. حلو كده. يبقى انا عايز دلوقتي اعمل ايه؟ اطلع رينج الارقام ما بين 1 ل6. يبقى انا هعمل ايه؟ هديله ستارت اللي هو الواحد، وهديله اند اللي هو 6. مين الكيس اللي هتوقفني؟ ان دلوقتي فرضا ان الفرق ما بين الرقمين دول 2. يعني ايه الفرق بينهم 2؟ يعني مثلا ان هما الرقمين دول 1 و3، اذا الرينج اللي ما بينهم ايه؟ هو رقم 1 بس، رقم 2. يبقى معنى كده لما يكون في رقم 1 بس ما بينهم، انا هعمله هو رقم 1 بس، هعمله بوش في اري. خلاص. طيب يبقى عشان انا اقول ان بس لما يبقى في رقم 1 ما بين التو رينج اللي هم مديهم لي دول، لما يبقى في ما بينهم هو رقم 1 بس، اوكي، اعمل لي الريتيرن ده الرقم ده في اري. زي كده لما انا جيت في الفاكتوريال قلت له لما النمبر ده عندك يوصل لان هو يبقى 1، يعني 1 ناقص 1 بيساوي 0، لما يوصل لان الفرق يعني ان هو يبقى خلاص 1، يبقى الريتيرن 1 اللي هو اخر كيس بالنسبه لي. فهي نفس الكلام، انا هنا هعمل نفس الكلام، هقول له ان برضو لما يبقى خلاص دي اخر كيس هيوصل ليها ايه؟ ان الفرق ما بين الرقمين دول 2. فرق ما بين الرقمين دول 2 يعني خلاص هو رقم 1 اللي بينهم. لو الرقمين دول مثلا ايه؟ لو الرقمين دول 4 و6، يبقى الفرق ما بينهم ايه؟ 2. 6 ناقص 4 ب2، يبقى معنى كده ان ما بينهم رقم 1. ما ينفعش اقول ان الفرق ما بين الرقمين 1، لان مش هيبقى فيه ما بينهم حاجه، مش هيبقى فيه كيس احطها. هبعت اري فاضيه بقى ولا هبعت ايه؟ يبقى انا بحط هنا اخر كيس انا هوصل ليها، اللي هي ان يكون الفرق ما بين الرقمين الاند والستارت 2، عشان يبقى ساعتها الرقم اللي ما بينهم، يعني عدد الارقام اللي ما بينهم هو رقم 1 بس. يبقى دي الاند كيس بتاعتي. حلو جدا. لكن يا عم طول ما هو لسه الفرق ما بينهم مش 2، اعمل ايه؟ اندهلي تاني على نفسك، ولكن المره دي هديك الستارت ونقص لي من الاند 1. طب انا ليه بمشي من ورا؟ ليه ما بقولوش هديك الستارت زائد 1 والاند؟ علشان احنا بنستاك، الستاك بيمشي من تحت، يعني من الاخر، بجيب له الاخرك اخر كيس. خلاص انا دلوقتي ستاك، فالستاك هو اللي ايه؟ يعني مش بقول له ستارت زائد 1، مش بزود الستارت، لا بنقص الاند. اوكي. طيب والريزلت، كل مره الريزلت تطلع لك من هنا حطها في حاجه اسمها ليست.
اوكي. وبعدين المفروض ان هو مش هيخش في الخطوات اللي جايه دي غير لما الاول الستيك بتاع الرينج ده يتملي، ويبقى خلاص الشرط ده يتحقق، والستيك مش هيجي تاني جنبه عشان يبدا يفضي. فانا هنا بقول له انك دي باي ديفولت كده، ان هو لما يخلص نده او يخلص الريكيرشن هيروح يعمل ايه؟ الريزلت اللي طلعها هيبدا يعمل لها بوش في الليست، وبعدين هريتيرن الليست. خلاص. طيب تعالوا الاول نمشي بالديباج ونشوف كده الديباج هيودينا على فين. طيب تعالوا بقى ايه نمشي كده بالديباج ونشوف ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي هنا مدياله الرينج من 1 ل 6. خلاص. هنخش على اول خطوه منفذهاش، اللي الاند ب6 والستارت ب1، لسه الفرق ما بينهم مش 2، فبالتالي مش هينفذ هنا. خلاص. فدخل على الريكيرشن، وادي الستاك اهو اتملى باول ندهه. وبعدين هندوس الخطوه اللي بعد كده، شفتوا ما نفذتي، لا ده لما نده على نفسه قام رجع تاني، هو نده على نفسه تاني ما قالوش انزل، قال له انده على نفسك تاني، فرجع تاني يتحقق من الشرط، ولكن واخد الاند فاليو بالجديده اللي هي اصبحت كام؟ اصبحت 5. حقق الشرط ده؟ لا ما حققش، فراح نزل تاني نده على نفسه والستاك اهو عمال يتملي. خلاص. قام نده على نفسه، الستارت ب1 والاند عندي ب5، نقص لنا 1، قلت له انده على نفسك، قام رجع تاني نده على نفسه، وادي الستاك اهو بتملي، الاند بقت بكام؟ الاند بقت ب4 والستارت زي ما هي. الليست لسه انديفايند، لسه ما فيهاش اي فاليوز، دي لانها تاخد الفاليوز اللي راجعه من الستاك لما يفضى. ماشي. وبعدين نرجع تاني نده على نفسك تاني، وبعدين الاند كام؟ ب3، لسه 3 ناقص 1 ب2 اهو، هيحقق هنا الشرط، هيحقق هنا الشرط ده. هنشوف هيعمل ايه اهو، دخل في الريتيرن دي، وبعدين حط فيها حط في الاري الايه؟ الفاليو اهي، returned value array فيها 1 اللي هي 2. ماشي. يبقى اول حاجه في الاري رقم 2 اللي هو start زائد 1. ماشي. وبعدين اهو شوفوا ما راحش بقى تاني للريكيرشن دي، ما راحش تاني هنا، نط على طول لدي. ليه؟ لان الستاك اتملى خلاص والشرط اتحقق، فهو خرج من الستاك، فهيبدا يفضي الستاك بقى. خلاص. فهنا تعالوا نبص على الليست بقى فيها دلوقتي ايه؟ الاتنين. وبعدين راح عمل ريتيرن للليست عشان هو الستاك اول قيمه خدها، راح حط فيها الايه؟ الاتنين، وبعدين راح عمل ريتيرن، بس مش هيخرج، هيعمل ايه؟ يرجع يعمل ريتيرن تاني. ليه؟ علشان لسه الستاك مليان، بيفضي الستاك، كل مره بيريتيرن وبيزود الليست، هيفضي الستاك ويزود الليست. شفتوا؟ راح رجع عمل بوش تاني في الليست وراح مزودها، وبعدين ريتيرن، وبعدين رجع تاني عمل بوش، وبعدين ريتيرن، وهكذا لحد لما الستاك يخلص والاري تتملي بقى بالفاليوز ايه؟ 2 3 4 5 اللي هو الرينج. خلاص. كونسول وخرج. تمام. يبقى احنا دلوقتي فهمنا الريكيرشن يعني ايه، وفهمنا بيشتغل ازاي. بيشتغل بكونسبت الستاك. يبقى انت لما تيجي تفكر في انك تحل مسألة بالريكيرشن لازم تفكر في الستاك بتاعي هيتملي ازاي وهيفضى ازاي، وايه هو اخري، ايه هو يعني اخر كيس هوصل لها عشان اوقف ملي الستاك ده وابدا اسحب منه واطلع الريزلت. تمام كده. يبقى الريكيرشن مش صعبه قوي زي ما الكل فاكر، ومش يعني مش معضله. هي بس محتاجه شويه تشغيل دماغ، ان هي ايه الكيس بتاعتي اللي انا هوقف عندها، وامتى هنده وامتى هوقف انده، لما افضي الستاك هستقبل البيانات فيه ازاي. بس مجرد انك عرفت انها بتشتغل بكونسبت الستاك خلاص تقدر انك تشغلها
براحتك. لكن طول ما انت مش عارف ان هي شغاله بالستاك وانها بتفضي الريزلت ازاي، فدي هتعمل مشكله. اتمنى تكون الفكره وصلت، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. شكرا لكم.